ده هدف محمد صلاح الرائع التاني في استون فيلا، الهدف اللي بينهي فيه محمد صلاح على امال استون فيلا وبيخلي ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز ب5 نقاط عن مانشستر سيتي. تعالوا نشوف الهدف مرة تانية في اخر الفيديو ونشوف اراء النجم محمد ابو تريكة ومحللين بين سبورت على تألق محمد صلاح. صلاح واحد من نجوم الموسم، انطلاقه مرعبه، نتمنى اكيد استمراريتها كعرب لي. واحد من افضل النجوم واللاعبين العرب المشرفين على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية. لمصلحة ليفربول بهدفين دون مقابل بفضل تمريرة صلاح الأولى وتسجيل نونيز، ومن ثم الهدف الرائع والانطلاقة المميزة لهذا اللاعب الأسطورة الحية الإيجيبشن كينج محمد صلاح. وهذا هو العملاق أرني سلوت في مقدمة ترتيب البريمير ليج ودوري الأبطال في ملعب الأنفيلد قبل فترة التوقف، وتصدر بفارق 5 نقاط عن المنافس المباشر والند العنيد والخصم العنيد من خلال البريمير ليج في السنوات الماضية مانشستر سيتي. تألق محمد صلاح في صناعة الأول وأيضا إحراز الهدف الثاني بعد سرعة واضحة ومميزة وردة فعل سريعة في عملية تسجيل الأهداف وقطع الكرة. كل ما شاهدنا في هذا اللقاء دليل على قوة ليفربول، صرامة ليفربول، دفاع رصين وأيضا هجوم قوي وسريع يستطيع إحراز الأهداف في أي مناسبة. كابتن محمد، أنا أعتقد أنه كان فوز متوقع على العزيز، أداء مميز، وزي ما قلت لك أميز ما حاجة في أداء ليفربول النهاردة السرعة في كل حاجة، بيعملوا كل حاجة بسرعة، الضغط السريع، التحولات السريعة، استرجاع الكرة بسرعة، والجودة اللي عندهم في الخط الأمامي خاصة صلاح ما شاء الله عليه. هنا خد بيه في ظهره تكملة نونيز، تعامل معها جيد، تعامل مميز. وزي ما قلت لك الفريق استون فيلا بيعاني في المساحات وايضا البطء في خط الدفاع والبطء في وسط الملعب، بيستغلها كويس قوي ليفربول. كورتين، واحده من كانت ضربه ركنيه لاستون فيلا الجول الاولاني، وكانت رمي التماس تتحول سريع، خطا من كارلوس، تعاون صلاح، ركب الموتوسيكل بوم بوم وهنا بقى هدي قال له عاوزها فين يا مارتينيز، راح حاططها في زاويه صعبه عليه. فانا الحاجات الجوده العاليه والسرعه الموجوده والتحولات السريعه والريتم السريع، ليفربول يذبح اي حد طالما دخلت معاه في الريتم السريع ولعل الريتم والجوده العاليه وتديله المساحات وتبقى اخطاء كتير هيستغلها. وده اللي حصل، لان الحاله المعنويه والمستوى اللي بيقدمه الفريق تؤكد ان الصداره دي مش من فراغ. وصل النهارده بعد 11 جوله ل 28 نقطه بفارق عن السيتي 5 نقاط. مش مشكلته ان المنافسين المباشرين ليه بيخسروا، بس ما تحس في حاجه غلط في الجدول؟ نوتنجهام يعني قصدك؟ شلون ثالث؟